ازاي تستغل كيلو طماطم وتعملي منه 3 وصفات؟ في فيديو النهاردة بقى معمول مخصوص لحبايبنا وأشقائنا خارج مصر في كل الدول العربية. طبعا مفيش أجمل ولا ألذ ولا أطعم من الطبخ المصري، وأنا عارفة ومتأكدة إن أشقائنا خارج مصر بيحبوا يتعلموا الطبخ المصري. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير من مطبخ ياسمين جنيد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، وجبر خاطر من كل المتابعين تشتركولي من على اليوتيوب مطبخ ياسمين جنيد. معايا بقى هنا حوالي كيلو من الطماط، هوريكم بقى ازاي نعمل ال3 وصفات من الكيلو طماط. اول حاجة زي ما عودنا المشاهدين هنسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. معايا هنا حوالي كيلو من الطماطم، غسلته كويس وقطعته كده لمكعبات صغيرة. قشرت بقى رصتهم حجمها كده وسط وضفتها كده على الطماط، وربع كوباية من المية، وقرنين من الشطة الحمر. وعلى فكرة بقى الشطة اللي أنا استخدمتها هنا مش حراقة، ولو حراقة بتبقى نسبة الحرقان فيها مش قوية. بضيفها كده للطماطم علشان بتحسن من لون الطماطم وبتخليها حمرة بزيادة. هضيف لهم كمان بصلة يكون حجمها وسط، هقطعها كده جوليان وهضيفها للطماطم واضربهم كده مع بعض كلهم في الخلاط. في طاسة أو حل هضيف معلقة كبيرة من السمن، وهضيف لهم معلقتين من الزيت، وهنزل بعصير الطماطم اللي ضربناه في الخلاط. بس هسيب حوالي كوباية ونص من عصير الطماطم واركنهم على جنب لحين استخدامهم. في الأول كده بضيفش غير معلقة صغيرة من السكر علشان تعادل الحموضة، وهسيبها بقى تتسبك وتعيش مع نفسها كده شوية لما قوام الطماطم يتقل معاه. قبل ما احضر بقى الصلصة كنت مولعة على الفراخ أو اللحمة علشان تستوي هي في الأول. الخطوة بقى اللي أنا بعملها للفراخ دي تعتبر اختيار، لو ولادك ما بيحبوش جلد الفراخ. وبدال بقى ما بيشيلوها بعد ما بتتبليها كده وتدخليها في الفرن، فانت بقى كده تحشيها كده في الاول، واضمن بقى بكده ان تعبه مش على الفاضي، والتتبيله اللي هحطها لولادها يستمتعوا بيها وياكلوها. ممكن بقى تساوي الفراخ 3/4 تسويه، وتضيفيها بقى كده في الصلصه وهي متسبكه، تاخد كده غلوه حوالي 10 دقايق وتخرجيها في الصينيه، وترشيلها معلقتين 3 كده على وشها من فوق من الصلصه. هضيف بقى معلقة صغيرة من البهار المشكل، فلفل وكمون وكزبرة ومكعب مرق، وده اختياري تقدري طبعا تستغنى عنه. وهدي عليها النار وهسيبها كده كمان حوالي 5 دقايق. ولو لسه متابعين سمعونا الصلاة على الحبيب، ودعوة حلوة من القلب ان ربنا يشفيني ويعافيني واقدر استمر واقدم لكم كل جديد. ولو لسه متابعيني هتفتكروا معايا ان انا لسه ما ضفتش الملح، وهقول لكم لحد دلوقتي انا ليه ما ضفتش الملح. الصلصة اتسبكت وبقت عسل بالمغرفة كده بقى، وهرش كده على وش الفراخ. ومعايا هنا كمان حتتين من اللحمة برضه هتسويها كويس وهتحطيها في قلب الصلصة، تاخد وتدي كده وتتسبك حوالي ربع ساعة، وهتعمليها بنفس ما هعمل معاكي كده الفراخ. ودي بقى طريقتي المعتمدة في تتبيلة الفراخ، وبكده تكون دي أول وصفة من الكيلو طماط. بعد ما بشربها بقى كده من الصلصة بديلها رشة كده من الملح، ورشة خفيفة خالص من الفلفل والكمون والكزبرة، وهركنها بقى على جنب واقول لكم هنعمل ايه. في الوقت ده بقى كنت محضرة حزمتين من السلقة او السبان، وحزمة من الكزبرة الخضراء، غسلتهم كويس وخرطتهم كده بالسكينة تخريط ناعم جدا. السلق ده بقى بيجي بعد موسم السبانخ ما بيخلص، وبيبقى طعمه طعم السبانخ بالظبط، بس بصراحة بيكون مالح شوية، وعلشان كده انا لحد دلوقتي ما ضفتش ملح للسلق. مش هتضيفي الملح غير بعد ما ياخد ويدي مع الصلصة كده 10 دقايق، وبعدين تدوقيه وتشوفيه هيحتاج ملح معاكي ولا لا. بالمغرفة كده بقى، وهضيف حوالي كوباية من الشرب وأقلبهم كويس مع بعض. هضيف بقى معلقة صغيرة من الرز، ونحاول ما نكترش في الرز علشان اما يستوي ما يزيدش كده ويعجن معايا في قلب السبان. ولو هتلاحظوا ان ما ضفتش الرز غير بعد ما قلبت السلق كويس مع الطماطم مع الصلص، علشان احتفظ بالرز انه يفضل كده فوق وما يترسبش في قاع الحلة ويلزق معايا. وبكده بنكون عملنا وصفتين من الكيلو طماطم. الفراخ بقى انا بولعلهاش الفرن، ما بولعلهاش غير الشواية علشان تاخد وش كده من فوق. بهدلها النار على سطح البوتاجاز وادورها كده معايا لما القاعدة كده تنشف معايا وتاخد لون. بس ناخد بالنا ما بسيبهاش تنشف كده للنهاية، بسيب كده فيها حوالي كده شوية عشان لسه هدخلها تحت الشواية. بديلها بقى رشة خفيفة خالص من الزيت او من السمن علشان تساعد معايا ان اللون يحمر بسرعة. 10 دقايق تحت الشواية وبتكون جاهز. والسبانة وبمجرد ما بتاخد غلوة بهدي بقى عليها النار. بمجرد بقى معلقة الرز ما بتبدأ تطرى كده في قلب السبانة بطفي عليها، وبقى معانا أحلى طبق سبانخ لأجمل مشاهدين بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
لو عملتيها بقى قبل كده كتير جربيها بطريقة ياسمين ومش هتخسري كتير. تالت وصفة معانا هتكون من نفس الكيلو طماط، الكوباية ونص اللي حشناها من عصير الطماطم اللي حضرناه من قبل كده. في حلة على النار وهضيف حوالي 3 معالق من السمن، واول ما تسخن هنزل عليهم بنص كيلو من المكرونة. تقدري تستخدمي اي نوع من المكرونة انت حباها والولاد بيفضلوه. هحمرها كويس على سطح البوتاجاز لما تاخد معايا لون دهبي فات. احاول ما اسيبهاش واستمر في التقلية علشان تاخد كلها كده لون واحد، ما يكونش فيها حباية غامقة او حباية فاتحة. على ما المكرونة بتاعتنا بقى تاخد لون هقولكوا كلمتين ومش هطول عليهم. لو دايما بطلب منكم في كل فيديوهاتي انك تدعوا لي ان ربنا يشفيني، فتعرفوا وتتأكدوا ان فعلا في امس الدعاء من كل المتابعين انهم يدعوا لي ان ربنا يشفيني ويعافيني، لان انا دايما صحتي في النازل. والله العظيم التحاليل والاشاعات بتاعتي ان انا ما عدت دلوقتي بقدر اشيلها. ولو هتقولوا لي ليه بتتعبي نفسك مادام مش قادره، ده طبع فيا من زمان. لازم أنا اعمل الوصفه واطلع لازم أنا اعرفها لجيراني علشان يستفيدوا منها، لحد ما فكرت بقى ان انا اعمل قناه واخلي الكل يستفيد منها. وكل ما اصور وصف واتعب منها اقول خلاص مش هصور تاني، لان بصراحة لو انا اللي هعمل للولاد في البيت ما هيكونش قد التعب اللي انا هعمل واصور وهمنتج فيه، فطبعا ده بيحتاج وقفة اكتر ومجهود اكبر. بعد ما اخدت لون بقى معايا نزلت بالكوباية ونص من عصير الطماط، هضيف لها بقى معلقة صغيرة من البهار المشكل، فلفل وكمون وكزبرة، ونص معلقة صغيرة من بهار اللحم، ونص معلقة صغيرة من البابريك، وربع معلقة صغيرة من السبع بهارات بتجيبيها جاهزة كده من عند العطار. وهقلبهم بقى كويس كده مع المكرونة، وهسيبهم 5 دقايق على النار مع التقليب المستمر. وممكن بقى لو حابة هتضيف مكعب مرق. نفسي انجح بقى على اليوتيوب ووصفاتي يشاهدها عدد كبير، لان اهم حاجة التشجيع. لما بتلاقي الكل بيشاهدك والكل بيستفيد بتحس ان انت تعبك مش على الفاضي. وهخليكي بقى تاكلي شوية مكرونة زي ما مطبخ ياسمين بيقول عسل. بعد ما بقلبها بقى كده شوية على النار بننزل بالشرب، بغطيها بالشوربة حوالي عقلتين كده من الصباع، وبالمعلقة كده وأقلبها لما الشوربة تتغلغل كده كويس في قلب المكرونة. وفي الأول بسيبها على نار عالية، وأول ما تبدأ في مرحلة الغليان بهدي عليها النار. بعد ربع ساعة بعريها، بكشف عنها كده الغطا وأقلب وشها بالمعلقة. في الوقت ده بقى ما بتكونش استوت لسه سوا كام، بتكون كده نص تسوية. هضيف لها كمان نص كوباية من الشرب، وهدي عليها النار واغطيها بقى لما تكمل تسوية. وبقى معانا أجمل طبق مكرونة لأجمل مشاهدين بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. شكلها اللهم بارك يفتح النفس، ولون الطماطم مديلها لون رائع. بألف هنا على قلوبكم جميعا. ولو عملتيها قبل كده كتير جربيها بطريقة ياسمين ومش هتخسري كتير. مستوية وفي نفس الوقت مفلفلة وفيها لمعة بقى تفتح النفس. وما ننساش بقى الفراخ اللي دخلناها تحت الشواية، اخدت لون وبقت جاهزة ومحتاجناش ان احنا نولع الفرن، يا دوبك بس ولعنا الشواية لما اخدت لون. طبعا بقى مفيش اجمل ولا اطعم ولا ألذ من الاكل المصري. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. ولو اول مرة تشوفونا ده مطبخ ياسمين جنيد. سلام يا اجمل متابعين.